انت فاكر انك شفت كل حاجة؟ طب ايه رأيك لما اقولك ان في ناس عاشوا تحت الارض مش ساعات، لا سنين طويلة، مدينة كاملة فيها آلاف السكان، بيوتهم ومطابخهم ومدارسهم، كل ده تحت رجليك وانت ماشي فوق ومش حاسس بحاجة. ازاي اتبنت؟ وليه؟ وهل لسه في ناس عايشة هناك؟ ده موضوعنا النهاردة في اللي ما تعرفوش عنه. وقبل ما نبدأ، أنا حرفيا بشتغل على كل حلقة بحب وتعب عشان أوصل لك المعلومة بشكل بسيط وممتع، ففضلا وليس أمرا ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وابعتها لكل حد بيحب يثري عقله بكل جديد وغريب. يلا نبدأ. يلا نبدأ. سنة 1963 وفي مدينة نيفشهاير بمنطقة كابودشيا في تركيا، راجل بيجدد في بيته شال حيطة لقى وراها فتحة غريبة، قرر ينزل يستكشف. لقى سلم، نزل لقى غرفة، وبعدها ممر، وبعدها قاعة كبيرة، وفضل ماشي لحد ما اكتشف إنه مش في قبر ولا بدروم، ده داخل في مدينة كاملة تحت الأرض. المدينة اسمها برينكويو، وده اسم تركي معناه البئر العميقة. المكان كان فيه أكتر من 600 باب دخول سري، وكل باب متوصل بشبكة أنفاق بتوصلك لعشرات الطوابق تحت الأرض. درينكويو مكونة من 18 طابق تحت الأرض، وبتوصل لأكتر من 85 متر في العمق. المفاجأة بقى إن المدينة دي كان بيعيش فيها أكتر من 20,000 شخص، ومعاهم مواشيهم وأكلهم وكمان شربهم. يعني مش مجرد مخبأ، دي حياة كاملة. أقول لك فيها إيه؟ كان فيها غرف نوم، وكان فيها مطابخ ومعابد ومخازن أكل ومدارس وآبار مية. وعلى فكرة، درينكويو مش المدينة الوحيدة اللي كانت تحت الأرض في تركيا. في منطقة اسمها كابودكيا في تركيا فيها أكتر من 200 مدينة تحت الأرض، وده رقم مذهل. مش مدينة واحدة ولا اتنين، لا، شبكة ضخمة من المدن المخفية تحت الأرض تم اكتشافها على مدى السنين، وكلها كانت معمولة من آلاف السنين، وبعضها متصل ببعض بأنفاق طويلة. أما اللي بيميز درينكويو هي الأكبر والأعمق، ومتصلة كمان بمدينة تانية عبر نفق طوله 8 كيلو متر، يعني شبكة كاملة تحت الأرض. التفاصيل الغريبة اللي موجودة في المدينة دي إن الحوائط متقنة جدا لدرجة إنها ما بتتأثرش بالرطوبة. تصميمها بيمنع الأصوات توصل ما بين طابق والتاني عشان الأمان. سكانها كانوا بيخزنوا أكل يكفيهم لشهور، ده غير مخابز تحت الأرض كمان. في علماء بيقولوا إن ده كان يعتبر أقدم نظام بقاء في تاريخ البشر قبل حتى ما نعرف يعني إيه ملاجئ نووية. يعني من آلاف السنين كان في ناس بتفكر تعيش بأمان بعيد عن الحروب ومن غير ما حد يوصل لهم. وده بيخليك تسأل نفسك، هل إحنا لسه متأخرين عنهم في التفكير؟